كتير جدا من المصارعين بيسجلوا عودتهم مرة تانية للاتحاد بسبب غياب، بسبب إصابة أو مشاكل، أو انطرد من الاتحاد في يوم من الأيام والاتحاد قرر يرجعه مرة تانية. زي مثلا ايدج اللي غاب عن الاتحاد فترة كبيرة جدا بسبب إصابة وقدر يرجع مرة تانية ويقدم ختامية رائعة داخل الدبليو دبليو اي. لكن في عام 2023 وتحديدا في عرض سرفايفر سيريس اللي كان مقام في مدينة شيكاغو وسط كتير من الإشاعات عن احتمالية عودة بانك ومش عارف ايه، وان بانك هيرجع النهارده، والاشاعات اللي كانت بتتردد على الدبليو دبليو اي طول السنين اللي بانك كان غايب فيها عن الاتحاد، لحد ما في اخر لحظه وفي اخر ثانيه من العرض بتدق موسيقى كالت اوف بيرسوناليتي وبيرجع سي ام بانك مره تانية للدبليو دبليو اي في صدمه غير متوقعه، رغم ان الاشاعات قبل المباراه كانت كبيره جدا ان بانك هيرجع النهارده. ولكن احنا عارفين دايما اشاعات عوده بانك للدبليو دبليو اي كانت مستحيله بسبب الخلافات اللي حصلت واللي ادت ان سي ام بانك يسيب الدبليو دبليو اي من يوم من الايام. ولكن المره دي الصدمه كانت غريبه وجميله جدا، ولحظه عوده سي ام بانك في 2023 كانت اسطوريه بكل ما تحمله الكلمه. ولكن احنا النهارده في عام 2025 وبعد عوده بانك لاكتر من سنتين لحد دلوقتي يجي السؤال الاهم اللي بيدور في مخيله كل واحد: هل الدبليو دبليو اي كانت في حاجه لسي ام بانك ام سي ام بانك اللي كان في حاجه للعوده للدبليو دبليو اي مره ثانيه؟ وهو ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه في الحلقه النهارده. قبل عوده سي ام بانك للدبليو دبليو اي شفنا عودته الكبيره جدا في عروض اي دبليو، والعوده الصدمه واللي هي بالنسبه لي عوده اي دبليو افضل بكتير من عوده دبليو دبليو اي، كانت لحظه مؤثره وبكاء الجماهير اللي حصل وقتها. طبعا انا مش هعرف احط لكم مشاهد من دي علشان حقوق الطبع والنشر الخاصه باي دبليو ما بترحمش، ولكن سي ام بانك قدر يقدم حاجه في اي دبليو تذكر. من حيث القصص فهو قدم قصص ممتازه في عروض اي دبليو. من حيث المباريات فمش كل مباريات سي ام بانك طلعت كويسه. سي ام بانك اللي انا لاحظته لما كان في اي دبليو ان هو كان محتاج مصارعين يشيلوا الماتش بدل عنه. اداء سي ام بانك كان كارثي جدا، ولكن وقتها انا كنت بقول لنفسي سي ام بانك كان غايب بقاله كتير عن المصارعه، ما كانش بيصارع اغلب الوقت، فممكن دي مشكله لياقه، مشكله عدم انه بيصارع بشكل منتظم، وانه واحده واحده هيقدر يرجع للمصارعه مره تانية ويقدم افضل ما عنده. ولكن سي ام بانك للاسف تجربته في اي دبليو انا بعتبرها هي التجربه الاسوأ اللي انا شفتها في حياتي كلها. القصص كانت كويسه ولكن المباريات كانت كارثيه. سي ام بانك ما قدرش يتناغم مع اسلوب اي دبليو، اسلوب العنف، اسلوب المباريات الخمس نجوم. فاعتقد ان سي ام بانك لو كان كمل وكان واجه واحد زي اوسبري مثلا كان هيهنج قدامه في اول 5 دقايق من الماتش. رتم سي ام بانك بقى بطيء، ما عادش قادر يصارع، وعلشان كده انتهى بيه الحال انه ساب اي دبليو وانطرد منها، علشان نيجي لعام 2023 وسي ام بانك يسجل عودته للدبليو دبليو اي بعد غياب دام لسنين كتيره قوي. وعوده سي ام بانك للدبليو دبليو اي جت بفرحه كبيره جدا، اللي هو اخيرا الاحلام اتحققت. سي ام بانك رجع مره تانية للاتحاد، علشان سي ام بانك بقى اول واحد يقدر يستقبله في الاتحاد ده هو سيس رولينز، اللي كان اصلا بيحاول ينكش في سي ام بانك من قبل ما يرجع. على تويتر، على الفيسبوك، في اي حته تلاقي سيس رولينز كان بيحاول ينكشه، اللي هو انا مش طايقك من قبل ما تيجي الاتحاد، علشان تبدا واحده المفروض هي من عداوات الاحلام اللي احنا بنحلم بيها. احنا ما شفناش طبعا عداوه اندرتيكر وستينج، بس كنا بنحلم ان احنا نشوف سيس رولينز وسي ام بانك، وهي عداوه هي هتتحقق علشان سي ام بانك يقول اهم جمل له في مسيرته كلها، ان هو راجع الاتحاد ده علشان يحقق شويه حاجات ما قدرش يحققها قبل كده، وانه هيعمل بكل جهد ان هو يحققها. واهم تحقيق الاحلام ديت هو تصدره لحدث رئيسي في عرض الراسلمانيا، انه يفوز بمباراه الرويال رامبل. فعلشان كده سي ام بانك اختار يكون اول طريق له انه هيشارك في الرويال رامبل عام 2024 وهيكسبها علشان يروح يلعب على لقب العالم في عرض الراسلمانيا. وطبعا لقب العالم في الوقت ده كان من نصيب الفريكن سيس رولينز. وقتها بقى احنا خلاص عرفنا بطل الرامبل السنه دي بكل ما تحمله الكلمه هو سي ام بانك، علشان نشوف الدريم ماتش في الراسلمانيا ومين ايفنت الراسلمانيا سيس رولينز وسي ام بانك. ولكن الدبليو دبليو حبت تجرب سي ام بانك قبل ما يشارك في اي حاجه تكون كارثيه. ففي احد العروض المحليه وتحديدا في قاعه ماديسون سكوير جاردن الدبليو دبليو حددت اول مباريات لسي ام بانك انه يلاعب دومينيك ميستيريو. وطبعا سي ام بانك لما دخل الرينج وبدا يصارع في دومينيك شفنا قد ايه ان سي ام بانك جسمه بايظ ومترهل بشكل كبير جدا، واداؤه ضد دومينيك ميستيريو كان كارثي جدا جدا جدا. وقتها طلعت عليه ميمز وتريقه كبيره جدا
وتحديدا من جمهور الإليت ان اهو سي ام بانك خلاص انتهى وما بقاش يعرف يصارع، علشان وقتها بعض من جمهور الدبليو دبليو ومن محبين جمهور الدبليو دبليو اللي هم انا برضو وقفت في صف سي ام بانك وقلت انه كان غايب، وانه بسبب اسلوب اي دبليو وقتها الاسلوب العنيف انه دمر سي ام بانك، وانه كان عنده اصابه قديمه وممكن يرجع واحده واحده، علشان سي ام بانك تحدد له اول مباراته الرسميه وهي مباراه الرويال رامبل للرجال عام 2024. خلاص الاحلام هتتحقق، سي ام بانك هيدخل هيطلع كل الموجودين، هيروح الراس المنيا ويواجه سيس رولينز على لقب العالم عشان نشوف ماتش الاحلام. وفي المباراه ديت شفنا ان اخر ناس متنافسين في الرينج كان جونتر، كودي رودز، درو ماكنتاير وسي ام بانك. وللاسف استاذ درو ماكنتاير بحركه فيوتشر شاك دي تي اتسببت في اصابه لسي ام بانك، اول مباراه له داخل الدبليو دبليو رسميه باول اصابه له، ولكن سي ام بانك قدر يصمد انه يكون اخر اتنين على الرينج هو وكودي رودز. وقتها برضو احنا ما كناش عارفين ان سي ام بانك عنده اصابه لسه، احنا بنشاهد المباراه عادي لحد ما شفنا ان كودي رودز قدر يقصي سي ام بانك ويفوز بالرويال رامبل للمره الثانيه على التوالي. وقتها كلنا ما بقاش طايقين نفسنا خلاص، امال احنا مرجعين سي ام بانك ليه؟ علشان بعدها في عرض الرو نفهم ان سي ام بانك اتسبب في اصابه كبيره وانه هيغيب عن الدبليو دبليو الفتره وهيعمل عمليه علشان درو ماكنتاير يخش ويزود الاصابه دي اكتر واكتر ويلعب عليها. ونفهم من هنا ان الدبليو دبليو اي بتعلن ان عداوه سيس وسي ام بانك هتتاجل شويه، وهنبدا بعداوه سي ام بانك ودرو ماكنتاير، علشان وقتها سي ام بانك يعلن انه حتى لو مش هيقدر يلعب ماتش في الراس المنيا فانه هيشارك في الراس المنيا كمعلق. وطبعا احنا عرفنا انه علق على انهي مباراه درو ماكنتاير ضد سيس فريك رولينز على لقب الورلد هيفي ويت شامبيون، علشان العداوه ما بين بانك وماكنتاير تاخد طابعها تاني بقى. وفي المباراه وبعد فوز درو ماكنتاير واثناء ما هو بيستعرض قدام سي ام بانك، سي ام بانك بيتهجم على درو ماكنتاير وبيتسبب ان داميان بريست يصرف عليه الشنطه ويفوز بلقب الورلد هيفي ويت شامبيون، ويبدا كابوس درو ماكنتاير داخل الدبليو دبليو اي، علشان العداوه تبدا من هنا ونقدر نشوف افضل عداوه في عام 2024 بلا منازع، عداوه ماكنتاير وسي ام بانك. افضل ما في العداوه كان السيجمنت والاحداث اللي حصلت. مين ينسى لما مثلا استاذ سي ام بانك تسبب في خساره درو ماكنتاير في كلاش ات ذا كاسل في مسقط راسه في اللحظه الشهيره اللي سي ام بانك اتدخل فيها، او مثلا في سماك داون اللي اتلعب في شيكاغو لما درو ماكنتاير دخل ودمر سي ام بانك، او مثلا اول مباراه ما بينهم اللي اتلعبت في عرض سمر اسلام واللي كان الحكم الخاص بتاع سيس فريك رولينز، والحماس كله كان وقتها كان على المباراه ديت، وفي النهايه قدر يفوز درو ماكنتاير وكانت لحظه كويسه جدا. ولا مثلا ماتش الاستراب ماتش اللي اتلعب في باشن برلين واللي فاز فيه سي ام بانك، ولا طبعا الاداء العظيم اللي اتلعب داخل مباراه الهيل ان سيل ماتش، المباراه الدمويه الجامده اللي احنا شفناها في عرض الهيل ان سيل كانت خرافيه، اداء جبار جدا. ولكن انا عندي سلبيات كتيره في عداوه درو ماكنتاير وسي ام بانك. اهم سلبيه في العداوه دي كلها ان اللي بالنسبه لي اللي شال العداوه من بدايتها لنهايتها كان درو ماكنتاير. من حيث المباريات كان درو ماكنتاير، لو جينا برضو من حيث السيجمنت فانا كنت متوقع ان درو ماكنتاير يخسر في المنافسه الكلاميه قدام سي ام بانك، ولكن درو ماكنتاير فاجئنا وقتها ان الشخصيه اللي درو ماكنتاير بيقدمها يقدر يحط على اتخن تخين على المايك، وقدر يقف قصاد سي ام بانك في معظم سيجمنت كتيره قوي ويثبت مهارته الكامله على المايك درو ماكنتاير. اهم سلبيات العداوه ديت ان درو ماكنتاير خسر في العداوه دي اهم ماتشين، ماتش الاستراب ماتش وماتش الهيل ان سيل ماتش. يا فرحتي ان هو فاز في ماتش في سمر سلام، هو فاز بمساعده سيس رولينز، او ما نقولش بسبب مساعده سيس رولينز، بسبب تدخل بسيط جدا من سيس رولينز، وخسر مباراه الاستراب ماتش باهانه كبيره جدا. مباراه الهيل ان سيل اللي كان درو ماكنتاير لازم يكسب فيها، درو ماكنتاير اصلا هو النجم اللي كان شايل الشركه وقت كورونا، يوم يجي واحد كان ساب الشركه وكان عمال يتريق عليها يوم ما يرجع يكسبنا انا. فانا شايف ان اهم سلبيه او اسوأ سلبيه حصلت في عداوه ماكنتاير وسي ام بانك هو خساره درو ماكنتاير احد الماتشين سواء الاستراب ماتش او الهيل ان سيل ماتش. ان درو ماكنتاير انا شايف ان هو اتظلم كتير جدا. وخدوا بالكم ان الماتشات اللي اصلا قدموها مش ماتشات بتحتوي على مصارعه انها تاخد 5 نجوم وكده، بل بالعكس هي ماتشات نتيجه للقصه اللي حصلت. يعني أنا مثلا ماتش السمر سلام ما يعتبرش من افضل الماتشات اللي حصلت، ولكن من نتيجه سرد القصه فهو كويس. ماتش الاستراب ماتش كذلك، ماتش الهيل ان سيل ما كانش فيه اداء على قد ما كان فيه عنف، ده اللي انا عايز اوصله لكم. علشان بعد نهايه عداوه درو ماكنتاير وسي ام بانك خلاص بقى احنا كده عرفنا العداوه انتهت زي ما انتهت، كانت حلوه وكانت فيها تفاصيل كبيره، اتدفن درو ماكنتاير. خلينا نعرف سي ام بانك هيقدر يقدم ايه تاني، علشان نشوف ان سي ام بانك هيبدا يدخل في عداوه مع
رومان رينز وبول هيمان وسيس رولينز. القصه اللي بدات من قبل سرفايفر سيريس ان سي ام بانك هيساعد رومان في مباراه الوار جيمز ضد سولو، ونجح في كده وساعد رومان رينز، علشان بعدها نعرف ان عداوته مع سيس هتستكمل، وان تحدد ما بينهم ماتش في اول عروض الرو على نتفليكس. ماتش الاحلام اللي احنا مستنيينه في الراس المنيا اتحدد في احد العروض الاسبوعيه. قلنا اوكي ماشي، يمكن تريبل اتش مخبي حاجه للراس المنيا اعظم علشان يكون في مين ايفنت عرض الرو الاول على نتفليكس، وخلاص احنا هنشوف ماتش الاحلام. واحنا شفنا ماتش اوهام، ماتش كارثي، اداء استغفر الله العظيم. لولا وجود سيس رولينز في المباراه دي كان بيتهيألي الماتش ده ما كانش هيستمر دقيقتين على بعض. سيس رولينز كان شايل الماتش كله من اوله لاخره. اداء سي ام بانك كان كارثي، البطء الكبير جدا انه مش قادر يجاري سيس فريكو رولينز على الحلبه، مش قادر يجاري السرعه بتاعه سيس رولينز. شوف مثلا سيس رولينز وهو بيعمل السوبر سوبلكس من على ثالث حبل وبعدها الفالكن ايرو، دي حركات عايزه سرعه وعايزه تعاون مشترك ما بين المصارعين، ولكن سي ام بانك ما كانش موجود في المباراه دي. وللاسف سي ام بانك هو اللي فاز في المباراه دي كمان على سيس رولينز، فاز فوز نظيف كمان. يعني تخيل ما قدمش اداء كويس وفاز فوز نظيف، لا منطقيه. وقلنا في المباراه ديت ان خبره سي ام بانك انتصرت على سيس رولينز. طب ما سيس رولينز عنده خبره وبقاله كتير في الدبليو دبليو اي والراجل بطل عالم اكتر من مره، علشان سي ام بانك بيعلن بقى خلاص ان احنا لازم نروح لعرض الراس المانيا، انا لازم اشارك في مين ايفنت راس المانيا. وعداوته ضد سيس رولينز بتستمر اكتر واكتر، وسيس رولينز بيتوعد بيقول له والله ما هخليك تفوز باي لقب عالم ولا هخليك تفوز بالرويال رامبل، علشان في عرض الرويال رامبل عام 2025 سي ام بانك وسيس رولينز ورومان رينز في المباراه دي سي ام بانك يتسبب في اقصاء سيس واقصاء رومان رينز من المباراه. وطبعا شفنا اللي حصل بعد ما تم اقصائهم، الخناقه اللي حصلت ما بينهم ورومان رينز دخل في النص. وبعدين شفنا بقى ان العداوه تاخد طابع تاني، سيس هيلاعب سي ام بانك مباراه ستيل كيج برضه في عرض الرو. طب ما كان في الاليمينيشن تشامبر، ما كان في عندك عروض شهريه جايه، لا احنا نلعبهم برضه في عرض الرو علشان نشوف برضه اداء كارثي، اداء متوسط واقل من العادي كمان في مباراه الستيل كيج دي. اهم ما كان في مباراه الستيل كيج هي عوده رومان وتدميره لسيس وتدميره لسي ام بانك، علشان العداوه تتحول لثلاثيه، رومان ضد سيس ضد بانك. واهم ما في العداوه دي السيجمنت اللي حصلت وقصه بول هيمان انه هيبقى في صف سي ام بانك في الراس المانيا. واهم جمله قالها رومان رينز في الموضوع ده كله ان سي ام بانك وسيس رولينز هيتواجدوا في مين ايفنت الراس المانيا ده بسبب رومان رينز، مش اكتر، مستر مين ايفنت الراس المانيا كله. وبصراحه رومان كان معاه حق في الحته دي، لان رومان هو السبب اللي هيخلي الثلاثه دول او الاثنين مصارعين دول يروحوا للحدث الرئيسي للراس المانيا، لان الراس المانيا حدث رئيسي يعني رومان رينز، وده اللي موجود داخل الدبليو دبليو اي، علشان سي ام بانك وقتها ينهمر بالدموع وانه خلاص اخيرا اتحقق حلمه وانه هيروح لمين ايفنت راس المانيا في حاجه رومان رينز عملها اكتر من 8 مرات عادي. وفي مين ايفنت الراس المانيا وبعد القصه والعداوه الجميله دي كلها وبول هيمان دخل مع سي ام بانك، والماتش كان خطير جدا. الاداء كان جبار، ولكن الاداء ما كانش جبار من ناحيه سي ام بانك. الاداء كان حلو بسبب رومان رينز، رقم 1 كان رومان رينز في المباراه دي، ورقم 2 كان سيس رولينز، انما سي ام بانك كان مجرد مشترك مش اكتر في المباراه. الاداء كان خطير جدا من رومان وسيس، وبالتحديد رومان اللي بسم الله ما شاء الله رغم المرض اللي عنده واللوكيميا اللي عنده انه قدر يقدم حاجه زي دي. انما سي ام بانك من ساعه ما رجع لحد دلوقتي وهو برضه على نفس المستوى، مش عارف يقدم كل حاجه. حتى في ماتش في الاليمينيشن تشامبر انا شايف ان ماتش في الاليمينيشن تشامبر هو ده الماتش الوحيد اللي سي ام بانك قدر يقدم فيه حاجه كويسه، اداء كويس ونبذه كويسه منه. ولكن بعدها شفنا ماتش الراس المانيا العظيم والنهايه الاعظم من خيانه بول هيمان لرومان وسي ام بانك وانضمامه لسيس رولينز. وقلنا بقى ان سي ام بانك وعداوته مع سيس هتاخد طابع تاني وطابع احلى، وهنشوف مباراه من نوع تاني وهنشوف حاجات كويسه، ولكن للاسف ما شفناش اي حاجه. بعد الراس المانيا اتحددت مباراه ما بين سي ام بانك وسامي زين ضد سيس وبرون بريكر في ساتردي نايتس مين ايفنت. المباراه برضو كان اداء كويس، ولكن من ناحيه سامي ومن ناحيه سيس ومن ناحيه بريكر سي ام بانك فين وفين اصلا على ما كان بيخش صارع في الماتش. والنهايه اللي احنا شفناها من عوده بيج برونسون ريد وانضمامه لسيس رولينز، وان اصابه سيس بقت اقوى اكتر واكتر، علشان بعدها تبدا المنافسه على مين اللي هيتاهل للماني ان ذا بانك، وسيس برضو يكون سبب كبير جدا في ان سي ام بانك ما يتاهلش، علشان في النهايه سيس هو اللي يفوز بالشنطه وسيس تتحقق كل امانيه. وتبدا بقى القصه عند كده، سي ام بانك بيحاول يدمر في سيس وسيس رولينز يحاول يدمر في سي ام بانك،
يعني من ساعه عوده سي ام بانك في 2023 وسيس رولينز قال له نفس الثلاث جمل ده: انت سرطان المصارعه، انت شيطان، انت اناني، انت جاي تراجع تدمر الاتحاد، فانا مش هخليك تعمل اي حاجه. وده اللي سيس بيعمله حاليا. سيس مكون العصابه ومكون ده كله علشان يبدا يدمر في احلام سي ام بانك اللي هو عمال يعملها لحد دلوقتي، علشان نفهم بعد ماني ان ذا بانك ان سي ام بانك هيرجع يستكمل عداوته القديمه مع جون سينا ويلعب ماتشه الاخير ضده ويتحداه على لقب الدبليو دبليو اي تشامبيون. واهم ما في العداوه دي كانت السيجمنت حرفيا، والسيجمنت دي كانت جايه ابداعيه من ناحيه جون سينا وبرده من ناحيه سي ام بانك. يعني مش هديله حقه، يعني هو حقه انه على المايك كويس جدا. وقلنا ان في المباراه اللي هتتحدد ما بينهم وبعد الباي بامب وبانك ساجانوميكس والكلام ده كله، قلنا ان المباراه دي هي فرصه سي ام بانك انه يعرف يصارع، لان جون سينا بيقدم تدمير لعالم المصارعه وانه ما بيعرفش يصارع زي ما الجماهير بتقول. ولكن انا اتصدمت في المباراه دي، سي ام بانك مش عارف يجاري جون سينا على الحلبه، وصلت بيه الحل كده. سي ام بانك اللي بيقول على جون سينا ما بيعرفش يصارع، انا شايف ان سي ام بانك منافق. انا على السعوديه كذا وبعدين راح صارع في السعوديه، انا على جون سينا ما بيعرفش يصارع، وحاليا سي ام بانك هو اللي مش بيعرف يصارع. حنجينا للحق بقى، الاداء كان كارثه من سي ام بانك. جون سينا عمل اداء في المباراه ديت خرافي، اشهد لجون سينا والله على اللي هو عمله ده. الراجل بيعتزل ما بقاش عارف يصارع، ولكن قدر يقدم ماتش ضد سي ام بانك ويثبت لسي ام بانك ان هو بيعرف يصارع احسن منه. طب ما هو كان عندك فرصه انك تشيل ماتش. جون سينا مش المصارع اللي رتمه سريع على الحلبه، يعني هتقدر تجاريه بقى بالمستوى اللي انت وصلت له. لا، سي ام بانك برده مش قادر يجاريه. جون سينا في المباراه دي قدر يعمل كل حاجه، قدر يسترجع ذكريات قديمه، يقدم ماتش كويس ضد سي ام بانك، يكون سريع عن سي ام بانك على الرينج. والسبب في سرعه جون سينا هي بطء سي ام بانك. يا اخي شوف جون سينا لما عمل الاي على بيج برونسون ريد، تفتكروا سي ام بانك يقدر يشيل بيج برونسون ريد؟ يا جدعان اللي انا عايز اقوله لكم ان انا مش جاي اقلل من سي ام بانك، انا عايز افهم ليه مستوى سي ام بانك مش بيتحسن ثابت. وهنا بتكلم على ادائه على الرينج. من ساعه عودته للدبليو دبليو اي قدم عداوه محترمه ضد درو ماكنتاير، ظلم فيها درو ماكنتاير، قدم عداوه حلوه ضد جون سينا، ولكن العداوه الاهم اللي راجع علشانها في الدبليو دبليو اي عداوته ضد سيس رولينز. احنا كل اللي بنشوفه في عداوته ضد سيس رولينز ان سيس بيخرب عليه كل حاجه، خرب عليه ماتش جون سينا الاخير وكان سبب في فوز جون سينا بالمباراه. القصه بتاعت عداوه سيس وسي ام بانك دي رايحه لحد فين؟ هنتنينا نشوفها بالطريقه دي. انا شايف انها اكبر سلبيه لسي ام بانك داخل الدبليو دبليو اي، وان لو سي ام بانك قدم عداوات قصيره زي عداوته مع ماكنتاير وعداوته مع جون سينا ضد مصارعين تانيين كان هيأدي افضل، وكان سي ام بانك هيتحسن افضل وافضل. سيس رولينز وسي ام بانك علشان يقدموا ماتش 5 نجوم احنا لازم نشوف سي ام بانك بتاع 2011 2012 2013 لما كان في البرايم بتاعه. انما لما تيجي تلاعب واحد من افضل المؤدين داخل الحلبه حاليا وداخل الدبليو دبليو اي سيس رولينز، مستحيل تقدر تقدم قدامه. انا زي ما قارنتها كده في بدايه الفيديو، تخيل لو جبت سي ام بانك بتاع دلوقتي لاعب اوسبري مثلا في عرض من عروض اي دبليو، مش هيقدر يجاري اوسبري اصلا. فتخيل مثلا لما يجي يلاعب سيس رولينز برده مش هيقدر يجاريه. سيس رولينز على الرينج عايز حد ياخد ويدي معاه، متناغم معاه على الرينج. ولو هنجاوب على السؤال اللي احنا قلناه في اول الحلقه، هل الدبليو دبليو كانت في حاجه العوده لسي ام بانك ام سي ام بانك اللي كان في حاجه لعودته للدبليو دبليو اي؟ انا شايف ان سي ام بانك هو اللي كان محتاجها، هو اللي كان محتاج يرجع الدبليو دبليو اي. اولا شغله يحصل منه فلوس زي ما قال في اول سيجمنت له لما ظهر، وقال انه هنا مش علشان يكون صداقات، علشان ياخد فلوس. تاني حاجه ان مستوى سي ام بانك كارثي، يعتبر سي ام بانك فشل في كل حاجه خارج الدبليو دبليو اي، فشل في اي دبليو، فشل في اليو اف سي، وكانت كارثه كبيره انه قدم في اليو اف سي. فاعتقد ان بيته الدبليو دبليو اي هي اهم مرحله في حياته، وانه كان نقمه كبيره جدا لما ساب الدبليو دبليو اي في يوم من الايام. كل المصارعين بتنظلم يا بانك، انا معاك فيها، واكبر المظلومين حاليا داخل الدبليو دبليو اي انا ممكن اعمل لك لسته ب10 مصارعين مظلومين ومدفونين، ومع ذلك مكملين داخل الدبليو دبليو اي، بيعملوا اللي عليهم، بيقدموا اللي عليهم. واكبر مثل على كده فين بالور، درو ماكنتاير، كيفن اوينز، سامي زين، كيريان كروس، كل دول مظلومين. انت بالعكس انت كنت واخد حقك ايام الدبليو دبليو اي. ممكن الدبليو دبليو اي ظلمتك في سنه والتانيه انك ما تصدرتش الراس المية، ولكن الصبر هتصدرها في يوم من الايام. انت كنت في البرايم بتاعك، كنت في عداوات كويسه، انت بالنسبه لي اعظم من حمل لقب الدبليو دبليو اي تشامبيون في التاريخ، ودي حاجه انا ما اقدرش انكرها. وانت اكتر مصارع انا بحبه يتكلم على المايك، واكتر مصارع كنت بحبه واشاهد اداؤه. يا اخي انت واحد لعبت ماتش ضد بروك ليزنر في سمر سلام كان خرافي، وانت اللي كنت شايل الماتش. تخيل بتلاعب ماكينه ووحش زي بروك ليزنر وكنت متناغم معاه. ماتشك ضد الاندرتيكر في الراس المنيا كان خطير، ماتشك ضد ذا روك كان خطير، ماتشك ضد البرتو ولا ضد دانيال براين ولا ضد كريس جيريكو كنت خطير جدا من حيث الاداء. الناس كانت بتتمنى تلاعب سي ام بانك، انا دلوقتي ما بقتش اتمنى اشوف سي ام بانك تاني على الرينج بالمستوى الهزيل ده. من اسوأ المستويات اللي انا شفتها لسي ام بانك في حياتي كلها. انا لحد دلوقتي عايز افهم السبب، هل دي سبب اصابه ولا خلاص نقتنع ان سي ام بانك خلاص ما عادش قادر يصارع مره تانية؟ سي ام بانك في اي مباراه حاليا بيلعبها المصارع اللي قدامه هو اللي لازم يشيل الماتش، ده اللي انا بفهمه. زعلت انه ما شاركش في مباراه الماني ان ذا بانك، بس فرحت لانه بمستوى سي ام بانك ده ما يقدرش يطلع السلم. اهم حاجه سي ام بانك محتاجها
حاليا انه يسيب المنافسه ضد سيس رولينز والعبط اللي بيقدمه ضد سيس رولينز ده. انا شايف انها كانت تنتهي من بعد مباراتهم في الراس المنيا، وان سي ام بانك يشوف له عداوه ثانيه افضل. سي ام بانك في العداوات القصيره اللي بيقدمها سواء مع ماكنتاير كانت خرافيه، مع جون سينا خرافيه. العداوات اللي بتخلص في السريع دي سيجمنت واثنين وثلاثه وحاجات حلوه كده نشوفها وبتخلص، كذا لقطه كويسه حلوه نشوفها وبتخلص. لقطته لما اتدخل على درو ماكنتاير في كلاش ات ذا كاسل كانت حلوه، لقطه الباي بامب بتاعه جون سينا كانت حلوه، لقطه بانك لما رجع بشخصيه دكتور اوف ساجانومكس كانت حلوه. لكنه قدم ايه مع سيس رولينز يذكر لحد دلوقتي؟ ماتشين تعبانين لحد دلوقتي، من اسوأ الماتشات اللي انا شفتهم في حياتي. فانا شايف ان هو يسيبه من عداوه سيس رولينز دي، هو مش في حاجه لعداوته ضد سيس رولينز. انا شايف ان العداوه دي ماتت من ساعه اصابته في الرويال رامبل عام 2024، والعداوه دي ماتت. العداوه دي خدت طابع تاني خالص. سي ام بانك يفضل يخش في عداوات قصيره وتنتهي بشكل سريع علشان يقدر يستعيد نفسه ويستعيد لياقته، انه يشوف مصارعين تانيين يقدر يلعب قصادهم. عندك اكتر من نجم داخل الدبليو دبليو ممكن سي ام بانك يقدم قصاده ماتشات احلام وقصص كويسه، ولكن حاليا مع سيس رولينز لا ماتشات ولا قصص كويسه، ومن اسوأ العداوات اللي انا بشوفها داخل الدبليو دبليو، وعايز اشوف نهايتها النهارده قبل بكره. انا عامل الفيديو ده مش هجوم على سي ام بانك، انا من اكتر المصارعين اللي بحبهم في تاريخ الدبليو دبليو اي سي ام بانك منهم. لو افترضنا ان جون سينا رقم واحد او رومان رينز رقم واحد، فسي ام بانك ممكن يكون هو رقم واحد معاهم برضه. ده بالنسبه لي اسطوره، وسبب عشقي ورجوع شغفي للمجال مره تانية في 2011 لما انا سبت ان انا ما اتفرجش على المصارعه دي خالص. فانا بالنسبه لي سي ام بانك الفيديو اللي انا عامله ده هو حزن كبير جدا مني على اللي سي ام بانك بيقدمه حاليا. من اسوأ القصص اللي انا بشوفها قصته مع سيس رولينز. اتمنى تنتهي النهارده قبل بكره ونشوف ماتش اخير ونخلص. وانا لو جيت النهارده اقيم فتره سي ام بانك من ساعه ما رجع للدبليو دبليو اي في 2023 لحد النهارده، ف5 نجوم عداوته ضد درو ماكنتاير، 5 نجوم عداوته ضد جون سينا، ولم يقدم اي شيء يذكر مع سيس رولينز. الحسنه الوحيده اللي مع سيس هي مباراه الراس المنيا 41 اللي لعبوها ضد رومان ضد سيس ضد بانك، والماتش ده هو من افضل الماتشات اللي انا شفتها في الراس المنيا في حياتي. بس سي ام بانك علامه استفهام كبيره على الاداء بتاعه، وعلامه استفهام اكبر على عداوته ضد سيس فريق رولينز. وبس كده يا احلى شباب في الدنيا، بنقرب على ال 18000 سبسكرايبر، يا ريت الكل يعمل اشتراك وهو بيتفرج على الفيديو، وبرده بنقرب على 26000 فولورز على الفيسبوك. ما تنساش برده تتابعنا على حسابات الشخصيه الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. كان معاكم مصطفى محمد، واحلى سلام.